هنبدأ يومنا بأكلة حلوة وخفيفة وإن شاء الله هتعجبكم. عاملة المكرونة بطريقة حلوة قوي بإذن الله هتعجبكم وهتنور رضاكم. وكمان هنعمل شوية تفريزات علشان خاطر رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبخير. طبعا رمضان السفرة ما بتخلاش من العصاير، فجبنا شوية فراولة كده وخزناهم. تمام. وكمان عملنا شوية بسلة بقى، بس البسلة اللي أنا عملتها دي يعتبر تخزين السنة كلها. فنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، في صحة وفي سعادة وفي راحة بال من رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين وبخير. ان شاء الله السلسلة الجاية هعمل لكم فيديوهات حلوة قوي هتعجبكم. بس ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. آه، بصوا، اول حاجه هنعمل فطار. طبعا احنا متعودين ان انا بعمل فطار. اول ما بصحى من النوم كده لازم اشرب حاجه جنب ايه الفطار اللي انا هعمله. فطبعا الاولاد قاعدين لسه من المدرسه في الاجازه، فطبعا بيفطروا معايا. تمام. فانا عملت ايه كوبايه شاي بلبن كده، وعملت بيض، بيض عيون بقى وجبنه، جبنه قريش علشان خاطر ايه الفطور. طبعا الأيام دي أيام خير وبركة، والنهاردة ليلة النصف من شعبان. عايزاكوا ما تبطلوش دعاء. طبعا بترفع الأعمال النهاردة لربنا سبحانه وتعالى. احنا في أيام خير وفي أيام بركة يا جماعة وفي أيام عبادة. كل واحد عايز حاجة كده من ربنا يطلبها منه ويبقى عنده يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيحققها له بإذن الله. فيعني الأيام اللي احنا فيها دي أيام حلوة قوي قوي قوي، ويا ريت كل واحد يدعي باللي هو نفسه فيه ونفسه يحققه، وإن شاء الله ربنا يحقق لنا أمانينا كلنا يا رب، اللهم آمين. بصوا بقى يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، دي كمية البسلة اللي أنا هفرزها اللي هتقعد معايا من السنة للسنة. تمام. فطبعا انا في الفيديو اللي فات كنت عملت شويه 4 اكياس بسله كده. ال4 اكياس دول انا قلت لكم ان انا هستخدمهم في رمضان. اما بقى البسله اللي انا جبتها دي هتقعد معايا من السنه للسنه. فطبعا البسله اللي هتقعد معايا من السنه للسنه مش هحفظها زي ما حفظت البسله اللي هي كانت قبل كده. دي هتقعد معايا في الفريزر من السنه للسنه. فلازم اديها، يعني انا مش هقول لكم احنا مش هنسيب الميه لما تغلي، بس انا هفضي البسله والجزر والميه هتكون بارده. خلاص الميه هتكون بارده. اول ما اشوف الدخانه دي طالعه من الميه، تمام، انا هروح على طول على الحوض، هشيلها وهصفيها وهفتح عليها الميه البارده الساقعه من الحنفيه. خلاص. بس انا عندي هنا البسله مش هتغلي. تمام، مش هتغلي. اول ما تشوفي الدخانه دي بس، وبعد خلاص ما بردت وصفت ميتها وشطفناها كويس جدا، هنعبيها في اكياس وبعد كده هنحطها في الفريزر. دي اول حاجه. دي تفريز البسله سهل جدا جدا، ومن الاكلات اللي الأولاد بيحبوها في الشتاء وفي الصيف بيحبوها بصراحة. وبتبقى عندك في الفريزر. واليومين دول الحاجة يعني ايه، اليومين دول هي حلوة جدا في التفريز، لأن الحباية اليومين دول تجيبي الحباية اللي خضرة من بره ومليانة وجسمها مليان، دي بتبقى مسكرة جدا جدا جدا. تاني حاجة بقى الفراولة دلوقتي ما شاء الله في السوق كتير. احنا جبنا شوية كده على بعض يعني، زي مثلا شروة. خلاص كده. في اخر السوق بقى كانت الاتنين كيلو ب25 جنيه. جبناهم الاتنين ب25 جنيه، الاتنين كيلو ب25. تمام. جبنا بقى شوية كده على بعض، قلنا عشان خاطر ايه كل سنة وانتم طيبين. طبعا رمضان، يعني رمضان بقى ما بيحلاش من غير العصير على الفطار. فكل بقى شوية يعني ايه هنطلع بقى كيس، بس انا ايه بعملها بطريقة حلوة قوي ان شاء الله هتعجبكم. طبعا انا قبل ما اغسلها، قبل ما احطها في الحوض واغسلها، انا عملت ايه، خدت الفراوله، شلت منها اللي هي الحتت اللي اللي هي الورقه الخضراء بتاعتها، الورده الخضراء بتاعتها بالسكينه قبل ما احط عليها اي ميه او اي حاجه.
دي فراولة بلدي، الفراولة البلدي دلوقتي مالية السوق، جميلة أوي. يالّا انزلي هاتي لِك شوية فراولة وخزّنيهم وحطّيهم في الفريزر، هتملى خيرِك، هتملى بيتِك خير وبركة. ضيف دخل عندِك تطلّعي كيس تعمليه، د عاملة عزومة تطلّعي تعملي، على الفطار تطلّعي تعملي، وكل سنة وأنتم طيبين. كل حاجة بتنفع وكل حاجة يعني في ناس يقولوا لِك لأ ما تفرّزيش، طب ما تفرّزيش، طب أنتِ مش هتفرّزي، هتبدئي يومِك إزاي في رمضان؟ لأ، أنا مش مع الناس اللي بيقولوا لِك ما تفرّزيش، أنا دلوقتي فرّزت الحاجة علشان خاطر أنا تبقى الحاجة عندي جاهزة، أقوم أعمل على طول، تبقى الحاجة ما تاخدش وقت معايا، بدل ما تُقفي 3، 4 ساعات في المطبخ، تُقفي ساعة واحدة بس، خلاص. اليوم كلّه مخصص للعبادة، رمضان ده دوّة شهر عبادة، دوّة شهر عبادة، والعبادة طول السنة، إحنا مش هنقول العبادة طول السنة، بس رمضان بالذات بيبقى يعني برضه بيبقى عليكِ ضغط فيه. بتنزلي بتجيبي حاجة العيد، بتجيبي لبس العيد للولاد، بتعملي الكعك، بتعملي البسكوت، فإحنا نِفسنا نخلّص المصحف، تمام، في رمضان كده ربنا يا رب يقدّرنا ويقوينا ونخلّص المصحف، ن ن نص نصلّي التراويح وقيام الليل، وربنا يا رب يتقبّل منا صيامنا ويتقبّل منا العبادة في الشهر المفترج ده إن شاء الله. بُصّوا بقى يا حبايب قلبي، أنا بعد ما غسلت الفراولة كويس أوي وصفيتها، والله أنتِ عايزة تقطّعيها قطّعيها، بس أنا شِلتها بحالها كده. أنا حطّيت عليها سُكّر، حطّيت عليها حوالي نُص كيلو سُكّر، خلاص. مش معنى كده إن أنتِ مش هتحطّي سُكّر وأنتِ بتعملي، لأ، أنتِ هتحطّي سُكّر بس مش هتكتّري. والله عايزة تعمليها بنفس الطريقة اللي أنا باعملها دي بترتاحي فيها اعمليها، عايزة تفرّزيها تقطّعيها وتحطّيها في أكياس برضه، آآ زي ما يعجبِك. الكيس ممكن أنا أطلّع الكيس يكفّيني على يومين، يعني مثلًا اللي هيقول إحنا في الشتا طبعًا إحنا كوباية كفاية جدًا، فأنا ممكن آخُد الكيس دوّة هيكفّيني على يومين مش يوم واحد، تمام. كل سنة وأنتم طيبين يا رب كده. ودخلنا بقى عشان خاطر نعمل غدوة خفيفة وبسيطة، وإن شاء الله المكرونة هتعجبكم أوي، أوي بالطريقة اللي أنا هاعملها دي بإذن الله هتعجبكم، وطعمها حلو أوي والولاد حتى بيحبوها بالطريقة دي وبياكلوها ما شاء الله. اللي وصل لغاية هنا يصلّي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلوات ربي عليك، عليك أفضل الصلاة والسلام. أنا هنا سخّنت الحلة خلاص وحطيت فيها شوية زيت علشان أنا ما كانش عندي سمنة، تمام. حطيت كيس ونُص من المكرونة، كيس ونُص. والله أنتِ زي ما أنتِ بتشتري المكرونة، أنتِ بتشتريها أكياس حطّي، أنتِ بتشتريها فرط حطّي. إحنا 6 أفراد، إحنا عيلتنا مكوّنة من 6 أفراد. ربنا يا رب يخلّي الأولاد يا رب ويحفظهم ويحميهم من كل مكروه ومن كل سوء. فحطيت هنا كيس ونُص من المكرونة، تمام. وأنا هاحمّر المكرونة. طَب أنتِ هتحمّري المكرونة، أنا عايزة أحمّر المكرونة كلّها، ما اسيبش فيها واحدة بس مش متحمّرة، بس أنا عايزة التحمير بتاع المكرونة يا بنات يكون بُصّوا، يعني يكون يكون لونه دهبي، يعني أنا مش عايزة المكرونة يكون لونها اللي هو المحروق جامد، أو شُفتوا أنتم لون الشعرية لمّا بتيجي تحمّريه للرز، أنا عايزة أوصل لدرجة لون الشعرية في تحمير المكرونة، تمام. فهتحمّري المكرونة كده وهتعمليها بكل سهولة، بس طبعًا إيدِك في الحلة، ما تسيبيش يعني ما تسيبيش إيدِك من الحلة خالص. وبعد ما نحمّر المكرونة كلّها ون و و ويبقى لونها كلّها دهبي من أولها لآخرها، هنبدأ إن إحنا نضيف الشوربة عليها. والله أنتِ مش عندِك شوربة، في طريقة سهلة جدًا وبسيطة، هتضيفي مَيّة عادي خالص، وهتجيبي مكعبين مرق وهتحطيهم مع تضبيط الملح بتاعِك، هتكون حلوة جدًا، جدًا. بس أنا عايزة أورّيكِ في النهاية إن المكرونة بتاعتنا هيبقى قوامها حلو جدًا، 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 وهتبقى مفلفلة. يعني أنتِ لمّا تشوفيها بعد ما تتعمل، الفلفلة بتاعتها هتخلّيكِ عايزة إن أنتِ كل شوية تعملي منها، والأولاد نفسهم هيحبوا الطريقة دي، وهيحبوها وهيطلبوها منِّك على طول.
طبعًا أنا عملت إيه جنب المكرونة، أنا عملت طبق سلطة حاطة كل أنواع الخضار فيه، حاطة كان عندي كابوتشا، كان عندي كرنب، عندي فلفل، خيار، طماطم، وعملت طبق سلطة كده محترم. وكان عندي الحمد لله يا رب العالمين كنت سالقة نُص كيلو لحمة. هتقولي لي نُص كيلو لحمة بيكفّيكِ؟ هاقول لِك آه بيكفّيني. أنا باجيب اللحمة من عند الجزار قطعة واحدة وباقطّعها، باقطّع الكيلو على مرّتين. خلاص أنا باخد الكيلو، أنا عندي الميزان زي ما وريتكم، وباخد الكيلو على مرّتين. طيب أنا حطيت هنا الشوربة، تمام، وحطيت معلقتين صلصة متسبكة. الصلصة دي متسبكة كده تمام، وضبطت الملح بتاع المكرونة وغطيت عليها. وبعد ما المكرونة شربت الشوربة خلاص ودخلت في السوا وطيت عليها، تمام. وكانت جميلة جميلة جميلة، فلفلة مفلفلة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين الفلفلة بتاعتها عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. تحفة تحفة، والطعم جميل قوي قوي. وبألف هنا وشفا يا رب على قلب اللي كل. عملت بقى، قدمت بقى جنبها طبق السلطة زي ما انا قلت لكم كده، واللحمة في الشوربة كده بقى، شوية شوربة دافيين بقى كده في الجو الساقعة ده. اعصري بقى على الشوربة كده شوية ليمون، وبألف هنا وشفا. ويا رب كل فيديوهاتي اللي أنا باقدّمها تكون بتعجبكم وبتنول رضاكم، وأي حد عايز أكلة يقول لي عليها، وما تنسونيش في اللايك، وأشوفكم على خير الفيديو الجاي، ومع السلامة.